في عالم الشهرة والأضواء، هناك قصص تختبئ خلف الكواليس، حيث الأسماء الكبيرة والاحتفالات الفاخرة تخفي أسراراً مظلمة لا يعرفها الجمهور. من بين هؤلاء الأسماء يظهر شون بي ديدي كومبس، أحد أبرز الشخصيات في صناعة الموسيقى، والذي يقال إنه متورط في بعض من أكثر الأحداث غموضاً في تاريخ هوليوود. تبدأ القصة مع المغنية الراحلة عليا، التي لقيت مصرعها في حادث تحطم طائرة عام 2001. على الرغم من أن الحادثة كانت تبدو مجرد حادث مأساوي، فإن بعض النظريات ربطت وفاتها بصراعات داخلية في صناعة الموسيقى. يقال إن بي ديدي كان من بين الأشخاص الذين كانت لديهم مصلحة في التخلص من منافسيه أو من يهددون سلطته. بعض الشائعات الأخرى تشير إلى تورط جاي-زي، الذي كان له علاقات متعددة في الوسط، وقد ترددت إشاعات عن علاقته بعلياً كانت لها دوافع تتعلق بحياتها المهنية والشخصية، لكن لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات. ثم تأتي قصة كيم بورتر، عارضة الأزياء السابقة وأم أطفال ديدي، التي توفيت بشكل مفاجئ عام 2018 بسبب التهاب رئوي وفقاً للتقارير الرسمية. لكن الكثير من الناس يعتقدون أن وفاتها لم تكن طبيعية، حيث كانت تعرف أسراراً كبيرة عن ديدي وعالم الموسيقى والسياسة وراء الكواليس. قيل إنها كانت تخشى على حياتها بسبب ما تعرفه، وقد أثارت وفاتها تساؤلات حول ما إذا كان هناك تورط لأشخاص في محاولة لإسكاتها. مع ذلك، لم يظهر أي دليل ملموس يدعم هذه الادعاءات. حفلات الأبيض الشهيرة التي كان ديدي ينظمها كانت رمزاً للترف والفخامة، لكنها كانت أيضاً محوراً للجدل. يقال إن تلك الحفلات كانت تتجاوز مجرد الاحتفال بالموسيقى والأزياء، بل كانت مسرحاً للصفقات المشبوهة والمؤامرات بين كبار الشخصيات في هوليوود. العديد من المشاهير، بما فيهم عائلة كارداشيان، كانوا حاضرين في تلك الحفلات، مما دفع البعض للاعتقاد بأنهم قد يكونون على علم ببعض الأسرار أو متورطين بشكل غير مباشر في تلك الشبكات. حضروا نفس الأحداث، وتقاطعت بعض مشاريعهم التجارية في عالم الترفيه والموسيقى والأزياء. على مر السنين، ارتبط اسم بي ديدي بعدد من الجدل والاتهامات، خاصة حول وفيات مشبوهة وحوادث عنف داخل صناعة الموسيقى. واجه بي ديدي على مر السنين اتهامات بالعنف، بما في ذلك حوادث تتعلق بالأسلحة أو التهديدات. اسمه يرتبط أيضاً غالباً بجرائم قتل مغني راب توباك شاكور ونوتوريس بي آي جي غير المحلولة، نظراً لقربه من هذين الشخصين خلال ذروة الصراع بين الساحل الشرقي والغربي. جينيفر لوبيز، وعدد جي لوديدي في أواخر التسعينيات، وكانا متورطين في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي عام 1999. تمت تبرئة ديدي من جميع التهم، وانتهت علاقتهما بعد ذلك بوقت قصير.